صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده طبعا رحت عند اختي حبيبتي، فهنعمل فيديو كده سريع عن الفطار. هنشوف النهارده هنفطر ايه. يا رب الفيديو النهارده يكون خفيف، طبعا فيديو خفيف كده على الماشي، هنعمل فيه شويه فطار كده على طول سريع يعني. فيلا نشوف مع بعض كده، نسمي بسم الله ونشوف هنعمل ايه في الفيديو بتاعنا النهارده. طبعا زي ما انتم شايفين هنقلي طعميه، جايبينها جاهزه زي ما انتم شايفين كده، اللي هي الاقراص الجاهزه. تمام. لو مفيش من دي عادي هنجيب اللي احنا بنجيبها من عند بتاع الطعميه. كمان بطاطس مقطعاها كده صوابع، وكمان عندي بيض هنقليه، وعندنا طماطم بقى نقطعها كده نعملها زي طماطم مخلله، وعندي العسل بتاعنا ده النهارده هنحطه كمان مع الفطار. ونشوف كمان عندنا شويه مخلل حلوين كده مخللينهم في البيت، ليمون مخلل هنبقى نقدمه برده مع الفطار. يلا بينا استنونا، هنروح على البوتاجاز عشان نعمل الفطار. دلوقتي بقى حطيت الطاسه على النار وسخنت كويس اهي قبل ما اقلي فيها البطاطس. نبتدي بقى دلوقتي كده نحط البطاطس على طول. بسم الله. لازم يبقى الزيت سخن كده معايا اهو. طلع عليها بس كده النار شويه. طبعا الجو هوا قوي النهارده، ما كنتش اعرف طبعا وانا طالعه من البيت. اتفاجئت بقى بعد ما طلعت من البيت اتدبست، لقيت الدنيا ساقعه جدا وانا ماشيه. هنقلي البطاطس بقى اول ما تدي اللون معانا تصفر كده. طبعا القلي صحي للبطاطس انا بسيب النار عاليه عليها شويه كده، وبعدين على طول بعد دقيقتين 3 اوطي النار خالص واسيبها بقى عشان تضطر كده. اول ما نوطي النار تبتدي تضطر معانا، نرجع بعد كده نعلي النار تاني عليها وتتحمر بقى وتدينا القرمشه اللي احنا عايزينها. زي ما انتم شايفين قدامنا اهي. انما لو سيبناها تتحمر على النار عاليه كده مش هتقرمش ولا حاجه، وفي نفس الوقت هتبقى من جوه معانا ناشفه، من جوه البطاطسيه هتلاقيها ناشفانه. دلوقتي بقى انا سبتها دقيقتين كده، دقيقتين 2 بس على النار عاليه. اوطي بقى دلوقتي النار اهو كده، واغطي على طول بغطا، وهسيبها بقى كده 5 دقايق ولا حاجه، وارجع بعد كده اعلي النار عليها. دلوقتي بقى كده خلاص هنشيل الغطا بتاعنا اهي. بصوا بقى هعلي عليها النار بالشكل ده. هي كده بقى الوقت اضطرت معانا يا دوبك بس هتاخد اللون اهي. في الوقت ده ما نقلبهاش كتير. انا هوريكم واحده دلوقتي. بصوا هدوس لكم عليها اهي، بصوا طريه ازاي، اضطرت معايا خالص. هسيبها دلوقتي بس ايه تاخد لون بس. دلوقتي بقى بصوا بقى اللون بتاعها الجميل بدأ يظهر اهو. خدت كده اللون الذهبي اهو كده معايا ما شاء الله. شويه بس دقيقه كمان كده على طول وهنطلعها. عايزينها تقرمش شويه كمان. لونها جميل جدا زي ما انتم شايفين، بس ايه بقى عايزه كمان سيكه كده صغيره. دلوقتي بقى خلاص كده هنطلعها اهو. نقول بسم الله كده ونصلي على الرسول يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عشان كل حاجه تبقى كده ايه ربنا يجعل لنا فيها بركه، بركه في حياتنا وبركه في رزقنا، وكل حاجه ان شاء الله تبقى معانا بخير. نصفيها كويس كده اهو، نحطها هنا في الطبق. لونها حلو قوي اهو. وطبعا انا بقى هحمر باقي البطاطس وان شاء الله نرجع مع بعض واحنا بنقلي الطعميه. دلوقتي بقى كده هنقطع الطماطم على ما باقي البطاطس دي تحمر. نقطع الطماطم دلوقتي اللي احنا هنعملها زي ايه بقى، طماطم مخلله كده. نحط لها يعني ان شاء الله ملح وخل وشويه شطه شرايح كده او حلقات كده. خلاص اهو قطعنا الطماطم. هديها بقى كده شويه من الملح، رشه ملح كده حلوه ورشه شطه، مش هكتر طبعا عشان عندي هنا بقى الاطفال. شويه من الكمون. طبعا يا جماعه بقى اللمه بتاعتنا دي والله ما كملتش. ليه بقى ما كملتش؟ يعني انا كنت حابه ان اختي الثالثه تبقى معانا، لان لما بنبقى مع بعض احنا الثلاثه بيبقى الجو ما فيش يعني داعي للكلام. انتوا عارفين لمه الاخوات. حبيبتي اخت ام يوسف طبعا ان شاء الله متعوضه في وقت تاني نتلم كلنا بقى مع بعض كده. لو تفتكروا في اول ما عملنا القناه جديد كنا كلنا ملمومين وعملنا العزومه ساعتها اللي كنا كلنا مع بعض فيها. شويه من الخل اهو تمام. فطبعا ان شاء الله كده يا رب ده يجمعنا دايما على الخير
ويجمعنا دايما مع بعض. لمة الاخوات يا جماعه مش بتتعوض. دلوقتي كده خلاص يا جماعه خلصنا اهو. دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هنكمل باقي البطاطس. تمام، انا كده قطعت معاكم الطماطم اهو، وبعديها على طول نقلي الطعميه. كده خلاص يا جماعه انا خلصنا البطاطس اهي هنا قدامنا زي ما انتم شايفين، لونها جميل جدا، وكده ركناها على جنب، وكمان خلصنا الطماطم. دلوقتي على طول بقى وقت الطعميه. هفتحها كده قدامكم اهي. طبعا يا جماعه انا اول مره هجرب الطعميه دي النهارده. هجربها طبعا، وهنقول بالحقيقه كده وبالصراحه الطعميه ان هي الاحلى، السايبه اللي احنا بنجيبها من عند الراجل بتاع الفول والطعميه، ولا اللي هي الجاهزه دي. تمام، بالمقص كده بس قصها الاول اهو. هبتدي على طول كده، الزيت موجود معايا سخن اهو، وهنحط على طول كده بسم الله الطعميه. انا هنا طبعا هديت على الزيت ليه؟ عشان الطعميه ما تحمرش من بره وتبقى معايا نيه من جوه. الزيت كده لا هو سخن قوي ولا هو كمان بارد كده اهو. برصها كلها كده على حسب بقى ما الطاسه تاخد معايا. احنا لقيناها كده قدامنا في السوبر ماركت، قلنا نجيبها بقى ونجربها يعني اهي. نقلب بقى اللي بدأت تتحمر دي بالشكل ده كده، عشان مش عايزين لونها يبقى غامق قوي معانا. اللي يتحمر معانا كده على طول بنقلبه اهو. انا موطيه النار طبعا عليها عشان تاخد سوا كويس، لان هي يا جماعه كانت ساقعه جدا. طبعا طلعينها من شويه من التلاجة من الفريزر، خليناها تهدى كده وتفك، وعلى طول بقى بنقليها. ما بناخدهاش كده من الفريزر على طول على القلي، ما ينفعش ناخدها من الفريزر على القلي على طول. تهدى كده معانا وتفك من التلج، وبعدين بتتقلي في الزيت زي ما انتم شايفين كده، زيت سخن اهو. عليت انا كده بقى النار شويه. ريحتها حلوه على فكره يا جماعه قوي، يا ريحه الطعميه دي جميله جدا، قريبه برده عادي من الطعميه بتاعتنا اللي احنا بنشتريها عادي، بس يعني واضح كده انا واخده توابل حلوه اهي. لسه هندوق، مش هنحكم على الحاجه بالشكل بس ولا بالريحه، لازم ندوقها عشان نعرف. دلوقتي بقى خلاص اهي احمرت، هنطلعها بقى على طول. صفي كده الزيت كويس معايا اهو، وعلى طول على الطبق اهو. نقلي بقى الباقي ونرجع تاني على طول. كده خلاص اهو قلينا الطعميه بتاعتنا زي ما احنا شايفين. هنقلي البيض دلوقتي، وبعد كده ان شاء الله بعد ما نخلص هندوق الطعميه بقى ونقول لكم راينا فيها ايه. هاخد كده سمنه بلدي اهو، عشان البيض انتوا عارفين ما بيحلاش الا بالسمنه البلدي بالشكل ده كده اهو. خد البرطمان. هنعلي بقى كده النار، نركن الطعميه على جنب بقى. يلا دلوقتي بقى كده هكسر البيض كله في الطبق. دلوقتي بقى اديله شويه من الملح كده اهو، كفايه كده. طبعا هنا انا حطيت شويه من الفلفل الاسمر كده بس مش كتير طبعا، عشان ما نغمقش شكل البيض اهو بالشكل ده كده. كده خلاص بقى البيض بتاعنا اتقلى زي ما انتم شايفين كده اهو، مش لازق طبعا في الطاسه اهو. تمام، دلوقتي بقى هنحطه في الطبق ونروح نشوف شكل الفطار بتاعنا كله في الاخر. دلوقتي كده خلاص خلصنا الفطار بتاعنا السهل الجميل النهارده اهو. ادي الشكل النهائي للفطار. عملنا ايه النهارده؟ قلينا بطاطس، وكمان قلينا بيض، وقلينا الطعميه بتاعتنا الجميله دي. حطينا معاها طبعا طماطم، حطينا عليها كده ملح، حطينا عليها كمون، وكمان حطينا شويه شطه وشويه خل. اما دلوقتي بقى هنا كمان معانا جبنه قديمه كده، قلنا نحطها بقى جنب الفطار اللي نفسه ياكل منها ياكل. والليمون المخلل الجميل اللي انا مخللاه في البيت، ان شاء الله هبقى اوريكم برطمان منه، ولو قدرنا نخلل شويه كده ان شاء الله في القناه قدامكم يبقى نخلل.
تمام. ومعانا العيش بتاعنا. يلا بقى الوقت كده نشوف الطعميه دي اخبارها ايه. احنا قلنا هندوقها ونشوفها يعني زي بتاعه الفلافل اللي بنجيبها من بره، اللي بنجيبها من عند بتاع الطعميه السايبه، ولا اللي احنا جايبينها جاهزه دي احلى. هندوقها دلوقتي طبعا ونشوف. شوفوا طبعا القرص هيعمل معايا ازاي اهو. ده شكله كده بعد ما طلع من الزيت، وادي قلبها من جوه. ده الشكل بتاعها من جوه اهو، خضره جميله جدا. هندوقها بقى دلوقتي، نقول بسم الله كده وندوقها. طعمها حلو جدا والله يا جماعه، مش عشان هي جاهزه، لا بجد طعمها حلو. التوابل اللي فيها باينه جدا، وكمان الفلفل الاسمر طعمه باين قوي جواها. التوابل بتاعتها كلها جميله. تمام. كل التوابل اللي محطوطه فيها باينه وانتوا بتاكلوها. طعميه جميله جدا. يعني حابين نجيب دي ماشي، حابين نجيب الثانيه اللي احنا بنجيبها من عند بتاع الطعميه ماشي، بس للامانه الطعميه دي جميله، وكمان سعرها يعني مش غالي قوي. دي ب 19 جنيه احنا جايبينها. تمام. والبطاطس كمان اهي اتقلت كده وطريه جدا زي ما انتم شايفين اهو. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم منا كل جديد ان شاء الله. واستنوا الفيديوهات اللي جايه، هتبقى فيديوهات اقتصاديه وكلها فيديوهات حلوه كده ان شاء الله تنفعنا في البيت وهتفيدنا جدا. يلا حبايبي اسيبكم في رعايه الله، مع الف سلامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلبي واخواتي عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. الفيديو بتاعنا النهارده إن شاء الله فيديو جميل كده، عشان طبعا عند أختي النهارده، فهنعمل غدا حلو كده مع بعض سريع على طول هنعمله إن شاء الله. إيه بقى الغدا بتاعنا النهارده عشان ما نطولش عليكم في الفيديو؟ الغدا بتاعنا النهارده هيبقى ملوخية خضراء كانت مجمده في الفريزر، وكمان عندنا هنا باميه برده مجمدينها في الفريزر، وعندنا فراخ هنعملها النهارده، هنعملها على فراخ طبعا. تمام. وعندي بقى المكونات بتاعه التسبيكه. معايا هنا بصله مقطعاها حتت صغيره كده مكعبات، ومعايا طماطم ضربها على الخلاط اهو زي ما احنا شايفين، وكمان معايا توم دقه كده ومنعماه خالص على الهون، يعني اللي هو المدق بتاع التوم. تمام. ومعايا هنا البهارات بتاعتنا، كزبره ناشفه عشان الملوخيه وكمان عشان الباميه، ومعايا فلفل اسمر، ومعايا بابريكا، ومعايا توابل اللي هي المشكله السبع بهارات. معانا بقى هنا ايه الفراخ. معايا هنا الفراخ طماطمايه 4/4 كده مقطعه 4/4، ومعايا كمان بصله مقطعاها 4/4، ومعايا كام ورقه من اللي هي بتاع اللوري اللي هي بتاع الشوربه يعني. تمام. يبقى معانا هنا للفراخ اللوري معانا بصل 4/4 وكمان طماطم 4/4. كمان هنا معايا رز وشعريه نحمره النهارده جنب الاكل. الرز اهو، دي الشعريه. يلا بقى على طول كده نشوف هنعمل ايه. نقول بسم الله يا جماعه قبل اي شيء ونصلي على الرسول عليه طبعا افضل الصلاه والسلام. هنا معايا الحله بتاعتنا حطينا فيها شويه من الزيت صغيرين، وكمان معلقه كبيره من السمنه. تمام. معلقه سمنه بلدي مع شويه من الزيت. هبتدي بقى دلوقتي على طول احط الفراخ كده تاخد صدمه اهو. حطيت الفراخ كلها في الحله زي ما انتم شايفين، بس الكبدايه لا، الكبدايه هصبر شويه اقلب تقلبتين وبعدين احط الكبدايه. القمصه بس اللي حطيتها اهو. نجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت اهو. ناخدها صدمه كده الاول قبل ما نبتدي نحط الميه بتاعتها. هرمي بقى البصلايه معاها اهو بالشكل ده، وكمان الطماطميه بتاعتنا وورق اللوري اهو. واقلبها برده تقليبه كده. هنا بقى يا جماعه انا حطيت الكبدايه اهي طبعا في الاخر خالص. هقلب بقى تقليبه كده شويه فلفل اسمر كده، رشه كده بسيطه عشان ما نغمقش ايه لون الشوربه يعني بالشكل ده. بص اللون بتاعها غيرت اللون كده شويه اهي. دلوقتي بقى على طول هنزل بايه؟ بالميه. الحركه اللي احنا عملناها دي بتخلي طعم الفراخ حلو قوي بعد السليق، والشوربه كمان بتبقى صافيه وما فيهاش ريمه. يعني الريم اللي بيبقى موجود على الشوربه ده مش بيبقى موجود طالما عملنا كده. عطينا صدمه للحمه او للفراخ الاول ونيجي نحط الشوربه بتبقى رايقه جدا معانا، ولونها كمان جميل وصافيه كده وما فيهاش ريم. هبتدي دلوقتي احط الميه. سمي بسم الله.
قبل اي حاجه اهو. وهسيبها بقى تغلي مع بعضها. دلوقتي بقى خلاص كده عطيناها الميه بتاعتها المظبوطه زي ما انتم شايفين كده اهو. هسيبها بقى تغلي كده وتستوي براحتها، ونشوفها ان شاء الله بعد السوا هتبقى شكلها ايه بعد السليق. يلا هنروح دلوقتي انقلها على العين التانيه عشان كمان اسبك للباميه. دلوقتي بقى خلاص انا حطيت هنا الحله اللي هعمل فيها التقليه بتاعه الباميه. ابتدي بقى دلوقتي كده انا خلاص حطيت لها حته من السمنه على حته من الزيت، واحط دلوقتي كده ايه بعد ما ساحت وسخنت هنحط على طول البصل. وابتدي على طول اقلبها. هنا طبعا انا مجهزه جنب الثوم. الثوم اللي جنب ده هيبقى للملوخيه، وهيبقى كمان هناخد منه حته للتقليه هنا. وعندي كمان التوابل بتاعتنا هنا اللي هنستخدمها النهارده. قلنا النهارده هنستخدم ايه توابل؟ هنستخدم كزبره من الناشفه دي، وكمان فلفل اسود وبابريكا وتوابل مشكله. اقلب انا هنا في البصله لحد ما تاخد معايا اللون الذهبي الجميل ده. دلوقتي كده بعد ما خدت اللون ده هدي لها بقى ايه، خدت لون ذهبي كده زي ما انتم شايفين واضحه معايا في الكاميرا اهي. اللون ده حلو قوي بقى. دلوقتي كده اديها حته من الثوم المهروس اهو، ونقلب. وبعد الثوم على طول والتقليبه دي نحط التوابل. 7 بهارات اهي، وشويه من الكزبره، وكمان الفلفل الاسود والبابريكا. تقليبه كمان بقى كده، وعلى طول الثوم ياخد لون بسيط وننزل بالطماطم كده تمام. هنزل بالطماطم بتاعتنا اهو. دلوقتي كده بقى الطماطم اهي، اللون ده بقى بيضيف للطماطم كده لون جميل. بسم الله اهو. كده تمام يا جماعه. بقى هغطيها وهسيبها تتسبك كده ايه على مهلها، وان شاء الله بعد ما تتسبك نرجع تاني واحنا بنحط الباميه وعشان نسويها يعني. بعد ما تتسبك نرجع مع بعض. دلوقتي كده خلاص التسبيكه بتاعتنا هنا اتسبكت اهي زي ما احنا شايفين كده. نحط بقى عليها كبشتين شوربه اهي. بس كده هنقلب تقليبه، وعلى طول هجيب الباميه وارميها على التسبيكه. دلوقتي بقى على طول هحط الباميه اهو بالشكل ده كده، وهغطي عليها على طول وهنقلها. هغطي عليها على طول وانقلها على العين اللي هناك دي تستوي بقى مع نفسها. دلوقتي بقى حبايبي حمر الرز. انا حطيت هنا الحله بتاعتنا سبتها سخنت كويس، وكمان حطيت عليها شويه من الزيت. واحط دلوقتي بقى معلقه حلوه كده من السمن. سيبنا الزيت بتاعنا سخن كويس، ودلوقتي معلقه حلوه من السمنه. احط كمان معلقه. بالشكل ده تسيح كده بس كويس، وبعدين على طول ايه هنرمي الشعريه. دلوقتي كده حبايبي خلاص الحله بتاعتي سخنت كويس زي ما انتم شايفين. هحط بقى على طول الشعريه اهو. هقلب بقى كده تقليبه حلوه لحد ما الشعريه دي كلها كده تاخد اللون الذهبي. دلوقتي بقى خلاص اهو خدت اللون الذهبي كده زي ما انتم شايفين. اللون بتاعها لون التحفه ده اهو. مش هنحمرها اكتر من كده. هديها بقى على طول دلوقتي الرز اهو غسلته. دلوقتي كده خلاص بقى هنقلبها مع بعض.
اهو. اهو. هقلب بقى في الرز ده كده لحد ما يتبدر معايا. دلوقتي كده خلاص بقى الرز اتبدر اهو، شايفينه بقت كل واحده كده بعيده عن التانيه اهو. في الاول كان كل رز مشبك في بعضه، دلوقتي كل واحده اهي بعيده عن التانيه. كده هيطلع معايا مظبوط ومش هيبقى معجن وهيبقى مبدور وزي الفل. نسقيه بقى دلوقتي كده بالشوربه اهو. الشوربه زي ما انتم شايفين كده على قد الرز بالظبط اهو. شايفين يا دوبك مغطياه كده زي عقله صباع، مش اكتر من كده. هغطي عليه بقى دلوقتي. انا حاطه طبعا الملح مع الشوربه وكل حاجه. دلوقتي كده هنغطي عليه اهو وهنسيبه لحد ما يستوي، بعدين نشوف هنعمل ايه. دلوقتي هنا خلاص الباميه بتاعتي اهي استوت، ده شكلها اهو، شايفين. دلوقتي بقى احط لها الملح. انا حاطه التوابل طبعا من الاول خالص. احط بقى كده شويه ملح صغيرين وهقلبها تقليبه. هي كده تمام بقى. هطفي عليها النار، هنزلها من مكانها عشان اعمل حاجه تانية. هغطي بقى دي وننزلها ونعمل مع بعض على طول. دلوقتي الفراخ هنحمرها وبعديها على طول ملوخيه. دلوقتي بقى خلاص هحمر الفراخ. حطيت هنا طاسه، ودي الفراخ بتاعتنا بعد ما استوت اهي. طلعتها طبعا من شويه كده وصفيتها من الشوربه قبل ما اقليها. طلعناها قبل ما نحمرها كده، صفيناها من الشوربه بتاعتها كويس. هبتدي دلوقتي كده على طول اخد حته حته وانزل على الطاسه اهو. اول ما الاقيها هتلون معايا وتحمر كده كويس، تديني اللون الذهبي الفاتح الحلو ده، هقلبها على طول. دلوقتي بقى كده احمروا معايا اهو، هقلبهم كده على طول. شايفين اللون جميل قد ايه. خلي بالنا يا جماعه عشان طبعا بتقعد ايه تعمل زي ما انتم شايفين كده بتفرقع طول ما هي على النار كده، تلاقيها بتفرقع بسبب الشوربه اللي بتبقى بين الجلد واللحم. بعد ما تتحمر هنطلعها في الطبق ده على طول. هبتدي اطلعهم من الطاسه دلوقتي. اللي ما احمرتش كده بديها ايه شويه على الجنب اللي هو تحس لونه ابيض كده شويه، بديها ايه شويه تحميره كمان اهو. على طول بقى كده نطلع اهو الباقي اهو. احط الباقيين برضو. دي بقى الفراخ الباقيه اهي اللي معايا، هنحمرها برضو اهو. هنكمل بقى باقي الكميه ونرجع تاني ان شاء الله عشان نعمل ملوخيه مع بعض. دلوقتي بقى كده هنبص على الرز بتاعنا اهو. بسم الله اهو. شايفين يا جماعه عامل ازاي؟ شايفين مفلفل مفيش حاجه ماسكه في المعلقه اهو. هو كده فاضل له كمان ايه 5 دقايق كمان ونطفي عليه ان شاء الله. يا جماعه انا حطيت حله هنا الملوخيه تمام بعد ما حمرت الفراخ، وده شكلها بعد التحمير. انا بحب اعمل الطشه في الحله نفسها،
دلوقتي كده بعد ما حطينا الحله وحطينا فيها الماده الدهنيه اللي احنا هنعمل بيها الطشه بتاع الملوخيه، طبعا ايا كانت زيت سمنه الاثنين مع بعض، المهم يعني ان احنا حطيناها هنا سخنت كويس. وهنحط بقى ايه الثوم بتاعنا، هنقلبه بقى كده كويس قوي. نحط الحته الباقيه دي عشان يبقى الثوم محليها قوي. هجيب بقى دلوقتي الكزبره الناشفه واحطها على طول مع الثوم. دلوقتي كده هحط شويه الكزبره الباقيين معايا واقلب. واول ما الثوم ده ياخد لون على طول هنزل بالشوربه. طبعا يا جماعه انا بحب ايه اعمل التقليه او طشه الملوخيه دي، بحب اعملها دايما في الحله اللي انا بحط فيها الملوخيه. بنبدا بالطشه الاول وبعدين نحط الشوربه واخر حاجه بحطها الملوخيه بالشكل ده كده. خد اللون الجميل ده اهو. دلوقتي بقى بعد ما لون كده وبقى لون ذهبي اهو زي ما انتم شايفين، هننزل بقى بالشوربه على طول. هنجيب الملوخيه بتاعتنا دلوقتي خلاص قلبناها كويس كده. هننزل بقى على طول عليها بايه بحبايه مرق الدجاج، تديها طعم حلو قوي طبعا مع الشوربه يعني اهي. وقلبها كده عشان الحبايه بتاع مرقه الدجاج تدوب معاها كويس. شايفين شكل الملوخيه عامل ازاي؟ قلبتها كده حلو قوي. هسيبها طبعا من على الجناب كده تغلي. اول ما الاقيها تبقى غليان بسيط كده معايا، طبعا مش اللي هي تغلي قوي وتفور والكلام ده كله، ولا الاقيها تقلب، لا مش عايزاها تقلب خالص. اول ما تبتدي تغلي من على الجناب ومن النص كده هتشوفوا برده معايا اهو، هنطفي عليها ساعتها على طول عشان ما تسقطش منها. الملوخيه لو غليت زياده عن اللازم بتسقط يا جماعه، فاحنا ما ينفعش نسيبها على النار زياده عن اللازم. اهو بصوا من على الجناب اهي بدات الفقاقيع الصغيره دي، وكمان من النص بدات تغلي. اقلبها بقى كده ما اديهاش فرصه ابدا تغلي اهو. شايفين جميله ازاي؟ السمك بتاعها مظبوط، لا هي تقيل لا هي تقيله ولا هي خفيفه اهي. شايفينها سمكها حلو قوي كده. خلاص بقى خلصنا كل حاجه. هنطفي النار على الملوخيه ونشوف بقى الاكل هيبقى شكله عامل ازاي. في الشكل بس كده قدمنا الاكل بتاعنا النهارده. عملنا ايه؟ عملنا باميه وعملنا ملوخيه خضراء وكمان عملنا رز بالشعريه. ده شكل الاكل اهو، رز بالشعريه. وكمان عملنا فراخ وحمرناها. سلقنا الفراخ طبعا السلق العادي بتاعنا، وكمان حمرناها اهو. طبعا الليمون المخلل حاطينه برده جنب الغدا كده. الغدا بتاعنا البسيط خلص النهارده كده، يا رب يكون عاجبكم. غدا سريع كده على طول خلصناه. وده شكل الغدا بتاعنا. ادي الباميه اهي، وعملنا كمان زي ما قلنا الملوخيه والرز بتاعنا الجميل ابو شعريه اللي ما نقدرش نستغنى عنه على الاكل. شايفين يا جماعه مفلفل ازاي اهو كده. خلاص بقى خلصنا الاكله بتاعتنا الجميله، وقدمنا كمان جنبيها حاجه ساقعه كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم حبايبي النهارده، ويكون فيديو خفيف عليكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم منها كل جديد. اشوف وشكم على خير واسيبكم في رعايه الله. مع الف سلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله بقى زي ما انتم شايفين جبنا كرنب وهنعمل محشي كرنب. هنعمل محشي كرنب النهارده بكل تكاته وتفاصيله، وكمان هنعرف لو هنخزنه ازاي ونشيله يعني نجمده في الفريزر لرمضان ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. حاطه ميه بتغلي على البوتاجاز. هنقطع دلوقتي الكرنب. هنجيب السكينه بتاعتنا ونفرغ الكرنبه كده اهي. نبتدي مع بعض نقول بسم الله ونصلي على رسول الله كده، ونبتدي مع بعض ونقول مع بعض كده بسم الله. نبتدي بقى كده نفرغ الكرنبه من النص اهو. هنعين كل القلب بتاعها كده بالشكل ده اهو. شايفين؟
بالشكل ده كده اهو، زي ما انتم شايفين بقت كلها مفرغه من جوه اهو. هعمل التانيه بقى وارجع لكم. دلوقتي كده خلاص اهو، الكرنبتين بقوا جاهزين ان انا اسلقهم زي ما انتم شايفين اهم. ده طبعا يا جماعه احلى وقت نجيب فيه كرنب، الشتاء بالذات احلى وقت نخزن فيه كرنب ونجيب فيه كرنب للفريزر وللايام بتاعتنا اللي احنا فيها الجميله دي، وكمان لشهر رمضان. الايام دي نخزن الايام دي كرنب على قد ما نقدر، هنجيب ونخزن الايام دي ان كان خضار او كرنب او طماطم او الحاجات الجميله بتاعت الشتاء كلها. احلى وقت ليها الوقت ان احنا نخزنها الوقت طول الشهر ده كده. هاتوا بقى حاجات وخير ربنا كتير ان شاء الله وخزنوا. نروح بقى دلوقتي كده على البوتاجاز على طول عشان نسلق الكرنب بتاعنا. هنا بقى كده انا حطيت ميه لسليق الكرنب اهي وغليت تمام. هحط ايه في الميه دي؟ هحط شويه كده من الكمون، حوالي ايه نص معلقه صغيره كده او معلقه صغيره يا جماعه. وهنا كمان معلقه من السكر عشان طبعا هنخزن منه، يعني النهارده هنعمل منه كده شويه محشي، وان شاء الله باقي الكرنب هخزنه تمام. ده لو مش هخزنه الكرنب ده، لو هعمله على طول هرمي ملح للميه. طيب لو هخزنه يبقى هعين الملح، هستغنى عن الملح خالص واحط بداله السكر اللي انا حطيته دلوقتي. طيب الكمون اللي احنا حطيناه ده ليه؟ عشان طبعا لو حد معاه قولون، بطني بتوجعني شويه او مغص بعد ما باكل الكرنب وكده، ده على طول بيروق يعني بيخف شويه من الحاجات بتاعت الكرنب دي اللي احنا عارفينها تمام. دلوقتي بقى على طول هجيب الكرنب بتاعتي. اللي عايز يستغنى عن الكمون عادي، عايزين تحطوه زي ما انا حطيته كده عادي. كده انا حطيت الكرنب، هسيبها دقيقتين بس كده على الجنب اللي انا حطيتها تحت ده عليه، اللي هو بتاع العروق. انا حطيتها من الجنب بتاع العروق اهو. ابدا كده بالجنب اللي هو فيه العروق واسيبها دقيقتين كده ولا حاجه، وارجع اقلبها على طول، ما اطولش عن كده. دلوقتي بقى على طول كده هبدا اقلبها بسم الله اهو على الناحيه التانيه بالشكل ده. واللي تستوي على طول انا مجهزه جنبي هنا مصفى اهي، اللي تستوي على طول هطلعها في المصفى بالشكل ده كده. احنا عارفين طبعا ورق الكرنب مش بياخد وقت في السليق، على طول كده بتطلعيه عشان ما يتهرش. واحده واحده كده، اول ما نلاقي الورق بدا يستوي هنشوفه كده اهو، ونبتدي نطلع ورقه ورقه. دي لسه شويه من تحت كده بقى زي ما احنا شايفين اهو. نبتدي نطلع الورق اهو، بصوا كده السوا بتاعه جميل قوي. طالما دبلت كده نبتدي على طول نسمي بسم الله ونطلع. صلوا على النبي يا جماعه كده اهو. شد كده ورقه في ورقه، اللي نلاقيها لسه زي كده شويه بنسيبها اهو. بالشكل ده كده اهو. ان شاء الله كل الورق اللي يستوي كده نبتدي نشيله اهو. بالشكل ده كده، ونفصص كده الكرنبه اللي ما استواش ننزله كده في الميه اهو بالشكل ده اهو. اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين السوا بتاع الورقه عامل ازاي. بصوا مش مهريه ولا اي حاجه، سواها ما شاء الله مظبوط جدا اهي، ماسكه نفسها كده في نفس الوقت مستويه. بصوا اهي، شايفين الورقه عامله ازاي ما شاء الله عليها. بالشكل ده.
ونكمل كده على طول الورقه اللي تستوي نطلعها معانا لحد ما نخلص كل الكميه اللي معانا موجوده اهو. نخلص بقى باقي الكميه دي وان شاء الله نرجع تاني ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي بقى خلاص الكرنب بتاعنا اتسلق، وكمان جهزنا الحاجات اللي احنا هنعمل بيها التسبيكه او التخديعه بتاعه المحشي. سلقنا الكرنب زي ما انتم شايفين اهو، وده السوا بتاعه زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله اهو. هنقطعه دلوقتي، نقطع ورقتين كده ونبتدي على طول نروح نسبك اهو. بنعين الحته الناشفه دي العرق بتاعها بتاع الورقه، وبتبقى الورقه كده بالشكل ده. هنتنيها على بعضها تاني ونلفها كده اهو، تبقى معايا كده. هقطعها بقى 2 3 على حسب مقاس الصباع اللي انت تعمليه كده اهو بالشكل ده. تمام واضحه اهي، تبقى الورقه معايا كده بالشكل ده. طبعا ده كده الشكل بتاعه، وان شاء الله برضو وانا بلف المحشي اوريكم هنشيله ازاي في الفويل، نشيل منه شويه يعني، والباقي هنعمله ايه، هنحشيه اهو. هنروح بقى دلوقتي على البوتاجاز عشان نعمل التسبيكه بتاع المحشي، وان شاء الله واحنا بنلف هنوريكم هنشيله او هنحفظه ازاي لو كنا هنخزنه يعني في الفريزر. دلوقتي بقى انا معايا للتسبيكه زي ما انتم شايفين الطماطم اللي هي المضروبه على الخلاط، ومعايا بصله هنا ضربها على الكبه فرماها، وكمان الخضره بتاعتي قطعتها كده زي ما انتم شايفين، ومعايا هنا توم مع الفلفل. هنا بقى حته ليا كده هسبك بيها يعني، بتدي طعم حلو كده مع شويه زيت، بتدي طعم حلو قوي. ومعايا هنا الزيت بتاعي اللي هحتاجه النهارده، ومعايا هنا التوابل 7 بهارات او توابل مشكله، ومعايا هنا شطه عشان يبقى سبايسي شويه معايا، وفلفل اسود وكمون. تمام. وادي الرز بتاعنا النهارده اللي احنا هنحتاجه، دولت حوالي 2 كيلو رز. يلا بقى على طول على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي كده انا حطيت حله هنا على البوتاجاز تسخن، سخنت كويس قوي. حطيت كده اللي هي اهو، هشوحها شويه قبل ما احط الزيت عشان تسيح كده وتنزل ايه الماده الدهنيه اللي جواها. ريحتها جميله جدا ما شاء الله، الله اكبر، جميله بسم الله ما شاء الله. كل ما هنقلبها كده تبتدي تجيب الدهون اللي جواها كلها. دلوقتي بقى غيرت لونها اهو ونزلت الدهون بتاعتها. هجيب الزيت بقى على طول بالشكل ده كده. الريحه بتاعت اللي يا جماعه هنا في المحشي بقى بتديله طعم تاني وبتبقى مميزه، بتوديه في حته تانيه خالص. شايفين؟ دلوقتي كده على طول بقى هنزل بالبصله، وزي ما قلت لكم البصله هنا انا فرماها على الكبه وحاطه لها ايه قرنين فلفل كده حراقين. مش هاخد طبعا البصله كلها عشان اعوز جزء منها واقول لكم ليه بعد كده. هنقلب كده. الله على الريحه بتاعتها جميله ما شاء الله. افضل بقى اقلب فيها شويه كده حلوين لحد ما نلاقي لون البصله دي بدات كده تلون وتاخد لون معانا. انا مش عايزاها تحمر قوي بس تاخد لون يعني، تبقى لونها كده حلو ذهبي كده
ننزل بالثوم، وبعد كده ان شاء الله بقى نشوف هنحط التوابل ونعمل ايه كمان. دلوقتي بقى شايفين اللون، لون البصل عمل ازاي اهو مع الفلفل. هو ده كده اللون المظبوط اللي احنا هنرمي في الوقت ده كده الثوم بتاعنا اهو. بالشكل ده كده. وعلى طول هنزل بالتوابل، توابل مشكله، كمون، انا بحب الكمون زياده بالشكل ده. يعني انا هنا في الكرنب بالذات بحب ازود الكمون، وشويه كده من الفلفل الاسود اهو، حوالي معلقه صغيره، وكمان شويه من الشطه. الشطه بقى حسب الرغبه، حابين تخلوه سبايسي هتحطوا شطه زياده، حاجه كده صغيره يبقى تقللوا الكميه. اقلب كده بس ايه دقيقتين، وبعدين على طول ننزل بالطماطم. شايفين بقى اللون بقى عامل ازاي ما شاء الله. دلوقتي على طول بقى ننزل بالطماطم بعد اللون كده ما احمر. دي الطماطم بتاعتنا، بسم الله. دلوقتي كده خلاص حطينا الطماطم، هقلبه بقى كله مع بعضه كده اهو، وهسيب بقى الطماطم دي تتسبك على راحتها خالص. كنا احنا عملنا ايه بقى في الوقت ده على ما تتسبك؟ هنقطع الورق بتاع الكرنب اهي، خليها تتسبك كده لحد ما تتكثف معايا، وكل السوائل اللي فيها تتبخر، وتبقى التسبيكه حلوه كده تقيله. يلا على طول بقى كده نشوف هنعمل ايه. دلوقتي كده خلاص هنشوف التسبيكه بتاعتنا، بسم الله اهي، تقلت كده زي ما انتم شايفين. بصوا انا عايزه بقى القوام ده كده وتبقى تقيله بالشكل ده. حط لها الملح، وكمان بقى هنا بحب احط لها ايه، حته بصله نيه كده ما تكونش اتحمرت يعني، ماشي. وهخلي حته عشان هعمل بيها ان شاء الله فراخ. خدت كده حته من البصله اهي، حطيتها هنا عشان انا عايزاها نيه عشان بتدي طعم حلو كده مع المحشي. وهخلي بقى البصله دي عشان اتبل بيها فراخ. نقلب بقى البصله النيه اللي احنا حطيناها دي، تاخد غلوه بس كده معاها، وعلى طول هنحط الرز. دلوقتي بقى كده خلاص هنحط بقى الحاجات بتاعتنا، الرز والخضره. شايفين جمال التسبيكه عامله ازاي؟ والبصله اللي احنا حطيناها نيه دي يا جماعه بقى بتخلي لنا فيه تسكيره كده في المحشي، طعم بقى بيبقى حكايه بصراحه اهي. في الوقت ده بقى انا لو عايزه مثلا ايه اشيله واخزنه في الفريزر، عشان لو عايزه اعمل محشي في اي وقت اخد على طول ويبقى المحشي جاهز عندي بالخلطه بتاعته. بعمل ايه؟ بطفي هنا النار تمام، اول ما الصلصه دي تهدى شويه بروح حاطه عليها الخضره اللي عندي، الكميه بتاع الخضره اللي عندنا يعني. وبعد كده بنروح مكيسينه في اكياس
احنا عملناه قبل كده في القناه، لو عايزين برضو تشوفوا الفيديو كامل هترجعوا للقناه وتشوفوا الفيديو. تمام. دلوقتي بقى كده هنكمل مع بعض ونحط الرز. دلوقتي بقى كده خلاص حطينا الرز، هقلب بقى تقليبه تقليبه كده على طول، واحط الخضره. قلبتهم شويه كده هم زي ما انتم شايفين اهو. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هجيب كده حته تومه بتدي طعم حلو قوي برده اهو. توم اللي هو بالفلفل اللي انا كنت عاملاه للتسبيكه، كنت شايله منه حته، حطينا حته منه كده. هنقلب تقليبه وعلى طول بقى هنزل بالخضره. تمام كده. هنزل بقى بالخضره بتاعتي، انا بحب الخضره بتاعته كتيره. دلوقتي بقى كده هقلبهم مع بعض بالشكل ده كده لحد ما اخلي كل الخضره تبقى مع الرز. انا كده هطفي النار خلاص، وهقلبهم بقى كلهم مع بعض بالشكل ده اهو. دلوقتي بقى خلاص انا فضيت هنا الخلطه اللي هي بتاع الرز، الحشوه يعني اللي هي بتاع المحشي. تمام. والحله اللي انا سبكت فيها هي دي اللي انا هحشي فيها، فمش محتاجه ان انا اغسلها، زي ما هي كده بالصلصه والبقيه الصلصه اللي فيها دي. هحط على طول المحشي عليها. احط هنا بقى العروق دي كده عشان تحميلي المحشي بتاعي ان هو يتلسع على النار او اي حاجه. دي لازما كده بنحطها من تحت اهو. اوزعها كده في الحله ونبتدي على طول نحشي. طبعا في الجنب التاني كده انا حطيت اللي هشيله في الفريزر، عبيته كده في الطباق الفيل، ولسه طبعا هغلفه يعني، بس انا حطيته دلوقتي بوريه لكم ولسه هغلفه ان شاء الله في اخر الفيديو هوريه لكم غلف. تمام. ادي الحله بتاعتي اهي، وعلى طول دلوقتي هبتدي احشي المحشي عليها. هجيب كده الورق بتاعنا اهو بالشكل ده، اقطع كده على قد بقى حجم الصباع اللي انت هتحشيه. هاخد الورقه بتاعتي كده بالشكل ده اهو، وهبتدي احط الخلطه هنا كده، ما يكونش زياده اهو بالشكل ده، وهبتدي على طول الف. في ناس طبعا بتحب تعمل احجام المحشي كبيره عن كده عادي، وفي اللي بيحب يعملها صغيره عن كده عادي اهو. ده كده حجم الصباع بتاعنا. لف واحد كمان، هلف كده معاكم كام واحد اوريهولكم، وبعدين بقى اقعد انا اكمل. الخضره اللي استخدمناها هنا ايه عشان البنات اللي برضو مش عارفه قوي في الخضره او ايه اللي بيتحط للمحشي، احنا هنا استخدمنا شبت وكزبره. انا عن نفسي بحب اعملها كده، بس طبعا في ناس كتيره بتقول لك لا انا بحب احط لها شبت كزبره بقدونس، على حسب ما الواحد واخد يعني. انا بحس ان البقدونس هنا ما بيضيفلهاش اي طعم، بس الشبت والكزبره هو كل حاجه بالنسبه للمحشي يعني. فانا عن نفسي بحب ايه استغنى عن البقدونس في المحشي اهو. ده كده الصباع المظبوط، ولا هو كبير ولا هو صغير كده اهو. ونلف بقى كده على طول. طيب لقينا اي حته زياده زي كده بره الصباع نروح تانيينها كده على جوه اهي. بصوا كده، ونروح مكملين لف. نعين بقى اي رز زياده بره كده على الصوابع ما نسيبهاش خالص، عشان كل ده بعد السوا بيخلي شكل الحله مش كويس خالص ولا ظريف اهو. نكمل كده الورقتين دول بالشكل ده يا جماعه. هنروح بقى نكمل باقي الحله زي ما انتم شايفين كده، الصوابع معانا شكلها حلو قوي. هنروح بقى نكمل باقي لف المحشي بتاعنا، وبعد ما نلف الحله ان شاء الله نرجع ونشوف هنسويها ازاي. دلوقتي كده خلاص لفينا المحشي زي ما احنا شايفين بالشكل ده زي الفل اهو. في رزايه بس هعينها، ما نخليش يا جماعه اي بواقي رز بالطريقه دي، اي رزايه زي كده نلاقيها نعينها على طول اهي.
كل الرز ده كده نايم كده. خلاص خلصناه. هنحط له على طول بقى الشوربه بتاعته دلوقتي ونحطه على النار. هنركن بقى ده على جنب كده اهو، واجيب عندي بقى ايه كام ورك فرخه كده هنعملهم مع بعض ونحطهم يستووا قصاد الحله بتاع المحشي. اغطي بس الحله. الكرنب هنا زي ما انتم شايفين اللي احنا هنشيله اتغلف كده بالطريقه دي اهو، وبقى جاهز معانا اللي هنحطه على طول في الفريزر. نيجي بقى هنا للبصله بتاعتنا. انا هنا خرطت بصله صغيره عشان لسه كمان عندي بصل مفروم. هاخد عليه شويه فلفل اسود كده، شويه ملح اهو، وهفركها كده بايديا حلو قوي عشان تشرب من الفلفل الاسود والملح. فركتها كده كويس اهو عشان تجيب الميه اللي جوه البصله كلها وتاخد من التوابل اللي هو الفلفل الاسود والملح بالشكل ده كده. هجيب بقى شويه توابل اللي هي المشكله او السبع بهارات اللي موجوده عندك. هحط هنا كده البهارات بتاعتي بس كده، واقلبهم بالمعلقه بالشكل ده. انا اهم حاجه في الاول ان انا قعدت اقلب البصله كده مع الفلفل والملح عشان تنزل الميه بتاعتها وتاخد الملح والفلفل الاسود معايا اهو. خلاص هجيب بقى باقي الحاجات بتاعتي. هنا عندي حبتين طماطم مقطعين مكعبات وكمان حبتين فلفل مقطعين مكعبات، هنزلهم كده بالشكل ده هقلبهم مع بعض. دولك اللي هيبقوا الفرشه اللي في الصينيه من تحت. تمام كده كده خلاص فردتهم هنا اهو. نجيب الفراخ بتاعتنا دي بقى البصله اللي احنا عيناها من بواقي التسبيكه، يعني احنا كنا فرمين بصل بزياده عشان برضو ايه كنت هعين الفراخ زي كده. تمام. هديله شويه ملح شويه صغيرين كده وشويه من الفلفل الاسود عشان طبعا حاطين في الصينيه، ودول بقى هعمل بيهم ايه هنشوف دلوقتي. هاخد عليهم معلقه كده من التسبيكه اللي احنا كنا عاملينها للمحشي بالشكل ده. هجيب بقى الفراخ كده على طول اهو. هاخد بقى كده من جوه الجلد زي ما انتم شايفين. الفراخ دي احنا غسلينها ونقعينها ومخلينها زي الفل زي ما انتم شايفين. نحط بقى كده من التتبيله الحلوه دي جوه الجلد كده. الفراخ دي بقى لما بتستوي كانها مشويه، احنا هنعملها على البوتاجاز من فوق، ولما تستوي الحمد لله كده ونلاقيها استوت هنروح مدخلينها في تحت الشوايه تاخد لون بسيط اهو. طماطم الحاجات الجميله التتبيله بتاعتنا كلها كده بالشكل ده اهو. برضو بالطريقه دي كده جوه الجلد بالطريقه دي كده. حطيت برضو التتبيله بين الجلد واللحم. هنقلبها كده بالشكل ده اهي. دلوقتي كده خلاص
تبلتها اهي. الباقي عندي بقى كده هحطه على الوش بالشكل ده. وعلى طول دلوقتي بقى نحطها على البوتاجاز. خليكم معانا ان شاء الله، نروح على البوتاجاز كده واحنا بنسويهم هنوريكم. تتبيله خطيره يا جماعه، والطعم حكايه بقى زي ما بيقولوا. شايفين؟ هنروح دلوقتي على البوتاجاز على طول بقى ونسوي الفراخ بتاعتنا ونحط المحشي كمان يستوي. هنا بقى خلاص اهو انا حطيت المحشي على النار وولعت عليه البوتاجاز، وكمان في الناحيه التانيه هنا الصينيه بتاعت الفراخ. وادي الشوربه بتاعتنا، انا حاطه لها صلصه كده من التسبيكه اللي احنا كنا مسبكينها، فعشان كده هلاقي على وشها بصل وحاجات جميله كده من بتاعه التسبيكه. على طول بقى كده هنبتدي نشرب بيها المحشي. وهدي كده من على الوش معلقه صلصه، تبقى حلوه قوي. اهو حطينا كده الصلصه على سطح المحشي كله، تتشرب بقى. وكل ده ياخد من بعضه، وبالهنا والشفا طبعا للي يجربها واللي هياكل. نهزها كده يا جماعه عشان الشوربه تتغلغل في المحشي كله اهو. شايفين؟ احنا هنا ما عطيناش شوربه للاخر، لازم الشوربه تبقى باينه تحت الصباع الاخير. يعني احنا هنكشف هنا اهو، بصوا الشوربه اهي تحت الصباع الاخير اللي هو فوق ده. تمام. اغطي بقى الحله ونسيبها تتشرب. عليت عليها كده البوتاجاز. هنا بقى الفراخ بتاعتنا دي انا مش هديها ميه ولا اي حاجه، هسيبها كده على النار تجيب الميه اللي في البصل واللي في الطماطم واللي في الفلفل، وكمان الفراخ دي هتنزل زي شوربه كده. فانا دلوقتي هسيبها على نار متوسطه، واول ما الاقيها بدات هتخش على السوا هعلي عليها النار شويه بس تاخد ايه، تشرب اي سوائل فيها. تمام. بصوا بدات تجيب سوائل اهي زي ما انتم شايفين. بصوا احنا لسه حاطينها اهي وبدات تجيب السوائل بتاعتها. دي كده على نار هاديه متوسطه، هعلي عليها النار شويه. اول ما تجيب السوائل دي وبدات تنشف وهي دخلت على سوا هنوطي عليها. اول ما تستوي على طول هروح عيننا وحطينها في الفرن تحت الشوايه يعني. تمام. ويلا بقى دلوقتي نسيبها تستوي براحتها، ولما تستوي ان شاء الله نشوف الاكل في الشكل النهائي ان شاء الله. دلوقتي كده خلاص خلصنا المحشي الجميل بتاعنا النهارده. وكمان عملنا الفراخ بتاعتنا اهي. طبعا الصينيه دي احنا عملناها ازاي؟ حطيناها على النار بالخضروات اللي احنا شفناها دي، وما حطيناش عليها والله ولا نقطه ميه، سيبناها لحد ما جابت السوائل منها فيها كده هي والخضار. اول ما جابت السوائل اللي في قلب الفراخ على نار هاديه طبعا، وبعد كده علينا عليها النار عشان كل السوائل اللي جابتها دي تنشف طبعا مع بعض. بعد ما نشفت وبدات تنشف كده رحنا موطيين النار وطفينا عليها بعدها بتاع 10 دقايق كده اهو، ورحنا على طول مدخلينها في الشوايه يا دوبك تحت الشوايه شويه لحد ما بقت باللون ده. تمام. وادي المحشي وادي الفراخ. يا رب تكون عجبتكم النهارده، ويا رب يكون الفيديو كله عجبكم ويكون خفيف عليكم. بصوا بقى المحشي بتاعنا مستوي دايب يا جماعه. بصوا بصوا بسم الله، شايفين؟ دايب دوبه. مفيش احسن من كده يا جماعه في الشتاء اللي احنا فيها دي.
حاجه كده بقى جميله تفتح النفس. وكمان الكرنب اهو ما ننساهوش اللي احنا نشيله في الفريزر. النهارده قلت بقى ايه بالمره كده طالما هعمل محشي قلت اخزن طبقين، وان شاء الله بقى مع نفسي بقى ابقى اكمل، يعني هبقى اجيب كرنب تاني واخزن برده شويه حلوين كده رمضان. يلا بقى يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل جديد. اشوف وشكم على خير واسيبكم في رعايه الله.